انا مش هطلب منك غير حاجه واحده يا ابني. مش بقول لك هات مجموع عالي، بس هقول لك حاجه واحده: اعمل كل اللي تقدر عليه، كل اللي تقدر عليه. ليه؟ عشان يوم النتيجه جت حلوه فربنا كرمك على تعبك، جت وحشه ربنا شايل لك تعبك، بس مع النتيجه الوحشه ربنا بينزل على بيتكم كده لطف اسمه لطف الاقدار. يعني حضرتك في قدر، بس في كلمه الحمد لله، في كلمه احسن ما كان يحصل كذا، في كلمه احنا راضيين. دي ما بتجيش كده، دي ليها تمنها تعبك. وفي ناس ما مقضياها لحد اخر يوم، ويجي في اخر يوم يقول لك هو انا الحق الم الفيزياء في ساعتين قبل الامتحان؟ ماشي تلحق يا حبيبي، كله تمام، دخلت سقطت الحمد لله. مفيش كلمه الحمد لله في البيت. في اقدار سيئه، في فواجع الاقدار بقى، مش لطف الاقدار. خد بالك، عشان يعني مش هقول لك ان تعبك اليومين الجايين هو تذكره النتيجه العاليه، بس هو لطف الاقدار بتاعك. انت تعبت وعملت اللي عليك، فربنا هيرضيك ويرضيك باللي هو قسمهولك. خاف على اهلك. لو ما عندكش اي طموح في الحياه تعمله ومش فارق معاك نجاحك من سقوطك، فبيتهيألي يفرق معاك اهلك اللي في البيت اللي مستحملين اللي عشانك. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. جالي ولي امر، تمام، مستني بنته، وتقريبا لاول مره في السنه يقرر ان هو ايه، طب ما اخترق حاجز ان انا مستنيها. فراح داخل كده قال ايه، يسلم وبتاع، اهلا وسهلا زي حضرتك، انا بس عاوز اطمن ايه على البنوته. قلت له عينيا. فروحنا مطلعين الكشوفات من اول يوم دخلت لحد امتحان الحصه. فغالبا الراجل كان ايه، فاكر ان الدكتوره راحت والدكتوره جت، الدكتوره طالعه من الدرس، الدكتوره رايحه الدرس، واكتشف ان ايه، البهيمه راحت البهيمه جت. هي درجاتها مش زباله، بس مش زي ما كان متوقع خالص خالص. طقم المساعدين حد في المجال الطبي، ولحقوا باسعافات اوليه، كان ممكن يروح في جلطه. ليه؟ صدمه. خد بالك برضو، ما هنا ايه، فكر كده بالراحه. زيه زي اي ولي امر، بقالنا اسبوعين واكتر الدنيا بتدي اولياء الامور على قفاهم، وضحناهم، ويعني من اقلهم لاعلاهم. فالراجل فعلا في لحظه انا كنت بترعب انه هيموت. ليه؟ من العشاء. ما هو الراجل مستحمل اللي بيتعمل فيه بره ليه، والدنيا بتلطش فيه ليه؟ عشان في الاخر في يوم من الايام حضرتك تبل ريقه. طب حضرتك ما بلتش ريقه، انت جبت جردل الميه ودلقته قدامه. خد بالك، ده انا اللي ماليش دعوه بيهم، هما الاثنين في بيتهم. انا كنت هموت من القلق عليه ومن الحزن على اللي هو فيه، ما بالك لو انت السبب في اللي ولي امرك فيه، كنت هتبقى عامل ازاي بقى؟ مبسوط؟ حلو اللي انت وصلتنا فيه ده. انا مش هطلب منك غير حاجه واحده يا ابني. مش بقول لك هات مجموع عالي، بس هقول لك حاجه واحده: اعمل كل اللي تقدر عليه، كل اللي تقدر عليه. ليه؟ عشان يوم النتيجه جت حلوه فربنا كرمك على تعبك، جت وحشه ربنا شايل لك تعبك، بس مع النتيجه الوحشه ربنا بينزل على بيتكم كده لطف اسمه لطف الاقدار. يعني حضرتك في قدر، بس في كلمه الحمد لله، في كلمه احسن ما كان يحصل كذا، في كلمه احنا راضيين. دي ما بتجيش كده، دي ليها تمنها تعبك. وفي ناس ما مقضياها لحد اخر يوم، ويجي في اخر يوم يقول لك هو انا الحق الم الفيزياء في ساعتين قبل الامتحان؟ ماشي تلحق يا حبيبي، كله تمام، دخلت سقطت الحمد لله. مفيش كلمه الحمد لله في البيت. في اقدار سيئه، في فواجع الاقدار بقى، مش لطف الاقدار. خد بالك، عشان يعني مش هقول لك ان تعبك اليومين الجايين هو تذكره النتيجه العاليه، بس هو لطف الاقدار بتاعك. انت تعبت وعملت اللي عليك، فربنا هيرضيك ويرضيك باللي هو قسمهولك. بتقول المذاكره ما عادش بتجيب نتيجه؟ هرد عليك، استهدي بالله. بص، انا والله العظيم عارف انك بتعاني. بصوا لي بس، انت بتقول المذاكره ما تجيبش نتيجه، صح كده؟
ده اليأس المميت. اثبتها لك دلوقتي. بص احاول اثبتها لك منطقي. ركزي معايا. خلينا بس نبدا ونقول والله العظيم انا عارف في اعتقاد جازم انك بتعافري وانك جبت اخرك وانك تعبتي. بس الفتره ده اهي لو قلتي لي الزاد بتاعي يبقى ايه، هقول لك الزاد الوحيد حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. هتقول لي ازاي وكل الدنيا دي حواليا كده كلها يأس؟ هقول لك والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى، انا اعرف حديث للنبي صلى الله عليه وسلم خاطره نبويه وقفت عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله. فسيله، عارف يعني ايه فسيله؟ حته زرع قد كده بتاع لسه ما طلعتش اصلا، فسيله فليغرزها. انا لما قعدت اشوف الحديث ده كده اقول ده القيامه هتقوم هتشيل كل ده. ده القيامه بتقوم، القيامه بتقوم وهتشيل كل ده. انت مالك؟ انت مالك؟ انت تغرزها وخلاص. النتيجه مش بتاعتك يا عم، النتيجه مش بتاعتك. ربنا سبحانه قال لك اغرز الفسيله، ما تغرز الفسيله يا فندم. ليه نيأس؟ ليه نحبط؟ احنا اصلا عدنا بنيأس نفكر في السؤال، عدنا بنيأس نتعب. ما كده كده جايبه بعضها محصله بعضها. اللي فات كتير، اللي ضيعته اكتر، غبت من الدروس، غبت من الاونلاين، غبت يا عم. ما تيتاس ايه يا جماعه؟ انا اعرف حديث اللي قاتل الناس 99 نفس. اقسم بالله العظيم انا اعرف ان اللي ممكن يتعب، اللي ممكن يتعب ويعلم الله انا بكلمك منين، اللي ممكن يتعب، اللي بيتعب واللي بيجيب اخره واللي بيكمل كمان في عز ظروف اليأس المحيطه والظروف والنفسيه اللي بتتقهقر ده، ان ربنا ممكن يغير له تضاريس الكون. والله ربنا ممكن يغير تضاريس الكون. اثبت لك اللي قتل 99 نفس، 99 نفس. هو اما راح للراجل الشيخ الثاني اللي هو العالم اللي هو العابد ده، قال له مالكش توبه، قتله هو كمان، صح؟ طب بعد ما مشي شويه راح العالم قال له انا عايز اتوب، قال له ينفع. هو اما تاب في نفس اللحظه راح مات، مشي خطوتين فمات. ربنا بس قال له سيب القريه دي وروح لقريه ثانيه. مات ولا ما ماتش؟ فيخش الجنه ولا يخش النار؟ ملائكه الرحمه وملائكه العذاب يحصل بينهم كده ايه؟ لا ده في النار وده يقول لي ليه في الجنه. قال لك خلاص نحسب المسافه بين القريه المؤمنه والقريه الظالمه. ربنا يعمل ايه؟ يقوم الملك الكريم يعمل ايه؟ يقوم يطول المسافه من ناحيه القريه المؤمنه ويكبر المسافه من ناحيه القريه الظالمه فيخش الجنه. مش بحساباتك يا فندم، ولا هتكون في يوم بحساباتك. انا عايزك تغرزي الفسيله. ايه الفسيله؟ انت دلوقتي قدامك 30 يوم، 20 يوم، 40 يوم يا فندم، هتاخرك فيهم برضه. ما تكملي، قولي الدنيا ضلمه، ما تقوليش بقى انت تعملي ما باخرك. انت تجيبي اخرك عشان ربنا سبحانه وتعالى يديك اخره. وربنا سبحانه وتعالى ملوش اخر ولا هيكون له اخر، اسمه الاكرم. ليه اليأس؟ ليه القنوط ده؟ ليه القنوط ده يا اخوانا؟ يا اخوانا المرحله دي مش مرحله يأس، المرحله دي مرحله ثقه. اقسم بالله مرحله ثقه. سيدنا يونس لما نزل لبطن الحوت لو كان يأس كان مات، ولكن استنجد بموجبات رحمه ربنا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا بيقول فاستجبنا له خلاص ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مع ان بطن الحوت ده لو قوه المارينز اكبر قوه بحريه في العالم ما تطلعش واحد منه. ليه بقى؟ ليه اليأس؟ النهارده راح الدرس خلاص كده كده فاتني اللي فات مش راح. عايز افكر في المساله مش المذاكره ما بتجيبش نتيجه، لا بتجيب بس ظنك السيء انها ما بتجيبش. ولا يحيق الظن السيء الا باهله.
يا عم تعمل اخرك، اثبتها لك اثبتها لك يا فندم. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتستهدي بالله كده. هو انت لو يئست دلوقتي وكأبت البيت معاك، ولو حاجه وقفت معاك رحت عيطت في البيت وعملتي وبكيت على السرير وضلمت على نفسك وتقوقعتي وقلت هاجل السنه وهعمل انت خدت ايه؟ كسبت ايه غير انك احبطت امه بيت معاك، انك دمرت اسره كامله معاك وضيعت مستقبلك. يا فندم ما تغرزي الفسيله يا بنت الناس، ما تحط الفسيله زي ما النبي قال لك ومالكش دعوه بالنتيجه. والله العظيم حصلت وياما هتحصل وبتحصل. انا بزعم كده ان انا شفت معجزات معايا في الامتحانات. يعني انا اقول لك قصه كويسه. يعني كان عندي ماده في تانية ميكانيكا اسمها ماشين، ميكانيكال ماشين، آلات ميكانيكيه. الماده اللي انا تعبت فيها جدا وذاكرت فيها حاجات كتير قوي. جيت قبل امتحانها بيومين وتعبت تعب صعب جدا. كل حزني وخوفي ان تعب اللي راح فين ده يروح فين. فجاء واحد حبيبي كده بيزورني، عادة مريض، فبيقول لي انت زعلان ليه؟ قلت له انا تعبت وانا خايف اشيل الماده لان انا ما عملتش. اسمع بقى كده، يقول لي اللي انا اعرفه ما فيش حاجه بتروح عند ربنا. الكلمه نزلت على قلبي بردته والله العظيم. المهم خدت حمه وخدت دافع ان انا ابدا تاني. والله العظيم بقسم لك بالله وهو على ما اقول شهيد، اتذكر ان انا جبت امتحان مش قادر اذاكر. جبت امتحان وبصيت فيه كده من ضمن المذكرات كلها، يعني انا بألف في المذكرات جاب ابني الامتحان ده. بصيت في الامتحان ادركت اسئلته كويس. تخيلي يا مؤمنه ان اروح الامتحان الاقي نفس الامتحان اللي انا ذاكرته هو بالرقم. وقفت حطيت ايدي على الكتاب وقلت سبحان الله. قلت سبحان الله، انا لو عشان ربنا سبحانه وتعالى يكافئني، عشان ربنا يكافئني على تعبي، تعبت عشان الاقي الامتحان. ممكن لو انا كنت في طاقتي ما كنتش الاقي نفس الامتحان. انت ممكن وانت بتجتهدي دلوقتي وبتتعبي دلوقتي وبتشتد على نفسك دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى يجبرك وتلاقي الامتحان. مش ممكن عشان خاطرك على فكره، ممكن عشان خاطر قلوب كتير متعلقه فيك. قلب امك، قلب باباك، قلب اخوك، قلب اي حد. ممكن عشان عمل خير انت عملتيه من 3 4 5 6 7 سنين وربنا ادخره لك للحظه الصعبه دي انك تخش تلاقيه. ده مش ممكن اكتر، ده انت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعدل لك تضاريس الكون. بس خدي بحياتك. واقفه ليه؟ واقفه ليه؟ يا فندم اغرزي الفسيله، والله ما بحساباتك ولا هتكون في يوم بحساباتك. تخيل اسم الله الاكرم، اكرم ده يعني بيديك بدون حدود. يا بنت ربنا ادى فرعون الدنيا وهو بيقول انا ربكم الاعلى. ربنا ادى قارون الملك اللي مفاتيح الخزاين ما تقدرش تشيل الفلوس دي. مفاتيح، ما ان مفاتيحه لا تنوء به العصبه اولي القوه، يعني 8 جمال ما يشيلوش المفاتيح. اداله الدنيا. ربنا والعياذ بالله يعني والعياذ بالله ما يديكش كليه طب، صيدله. هي ايه صيدله اصلا؟ في ايه هندسه؟ ايه ألسن؟ ايه لغات؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده كله في خزائن ربنا سبحانه وتعالى. ده الدنيا دي كلها عند ربنا ابره في المحيط الاطلنطي. انت ليه حسين ظنك في ربنا؟ النهارده اغرزي الفسيله. انوي النهارده انك تغرزي الفسيله وما تحسبلهاش. ما تروحيش النهارده تقول احسن عندي 3 4 ابواب فيزياء ما اعرفش فيهم حاجه، ما عنديش 3 4 5 ابواب كيمياء ما عنديش فيهم حاجه، ما عنديش الرياضه ما عملتش فيها حاجه. 6 فروق. ما تعملش كده. قولي يا رب انا الوقت. مفيش حد في الحياه تعب وبذل مجهود في حياته في اي حاجه هو بيعملها وتعبه اترمى في الارض. انت وانت بتشتغل مفيش حاجه اسمها انا محبط. لا يا جماعه، اعتبرها بدايه جديده وابشر خير كده، ربنا يكرمك ان شاء الله.
بتسمع ان بقى عندنا فاضل 11 يوم، 10 ايام، 7 ايام، 4 ايام، يوم الامتحان، حضرتك نفسيتك بتبتدي تقل وتضطرب وتتشنج وخايف، وماذا لو واستقبالي هيضيع، انا مش عارف اعمل ايه. وللاسف ده بيضر حضرتك بطريقتين. الطريقه الاولى بيضرك نفسيا نفسيا نفسيا، ومفيش حد فينا ولا المفروض حضرتك ولا اسرتك ولا اي حد يتمنى ان انت تخرج من الثانويه العامه مأذي نفسيا، لان ده غلط، وده ممكن يسبب لنا مشاكل او يسبب لحضرتك يعني مشاكل نفسيه تفضل ملازمه معاك شويه. ده اول حاجه. تاني حاجه هتسبب لي مشاكل في الامتحان، لان طول ما حضرتك مضطرب معنى كده ان حتى لو انت قعدت تذاكر الانتاجيه بتاعتك قليله. فلو انت بذلت 7 ساعات مذاكره، 6 ساعات مذاكره، 5 ساعات مذاكره، الانتاجيه بتاعتك هتلاقيها 1، 2، 2.5، 3. هتلاقي نفسك بتبذل مجهود بس ربعه بس اللي بيتم تحصيله. ليه؟ لانك مضطرب وقلقان، وطول ما انت قلقان عقلك مش قادر يبذل الطاقه القصوى في التركيز، مش قادر تركز، فعندنا مشكله. طيب، فاللي مطلوب مني في الفتره دي سلام نفسي، هدوء، يقين بالله. طيب احقق ده ازاي؟ احقق ده ازاي؟ بيقيني من ربنا. وانا مش عايز هنا يقيني بربنا فتقول لي فنعم بالله ونعم بالله، اقول لك يقينك بالله تقول لي ونعم بالله. انا مش عايزين نتكلم كلام انش، يعني انا عايز اكلمك اخطف فيك قلبك بس كده، وتبقى اخد الموضوع كقاعده حياتيه مش بس ثانويه عامه. بص، مفيش حد فينا في الحياه عارف المستقبل فيه ايه. لا لا، سيبني اقول لك تجربه معلش قبل ما اتكلم معاك، احنا عشناها مع بعض من سنتين. حضرتك من سنتين في ناس كانت في مستوى نزلت، وفي ناس في مستوى طلعت، وفي شركات قفلت، وفي شركات فتحت بسبب كورونا. الناس دي كانت مخططه لمستقبل حلو جدا، والناس دي كان عندها رؤيه مستقبليه، وفي ناس كانت راسمه ان هي تعيش حياه. راح كل ده ليه؟ لان المستقبل هو بايد ربنا بس. فاللي انا عايزك بس توقن فيه في الحياه عشان تعرف تتعامل مع الحياه، والحياه ما تفضلش تخبط فيك يمين وشمال وتفضل مضطرب طول الوقت وحزين طول الوقت. هتخلص ثانويه مضطرب، تخش بعد كده على الكليه، تخش على الجواز، تخش على التجهيز، اصل انا مضطرب ربنا امرنا بالسعي. ربنا امرنا بالسعي بس. ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان كم واحد يدخل الدين، كم واحد يسلم. ما امروش بعدد، لان ربنا امره بنشر الدعوه فقط. هو ده عدل ربنا، ان انت لما تسعى توفق. طب افرض انت سعيت وما نجحتش، هتوفق برضه. ازاي؟ لان النجاح بالنسبه لحضرتك ايه؟ مش ان انت ترضى، مش ان في الاخر ان تعبك ما يترميش على الارض. تعبك مش هيترمي. مفيش حد في الحياه تعب وبذل مجهود في حياته في اي حاجه هو بيعملها وتعبه اترمى في الارض. مفيش ولا قصه من القديم ولا قصه من الجديد ولا قصه احنا عشناها ولا حياتنا الشخصيه، واللي يقول لك غير كده ده كاذب. بكلام بجد بصدق، ما حصلتش او لم يوفق بعد. ان ربنا عين له حاجه بس هو لسه مستعجل، فعمال ايه؟ يتكلم كتير وهو بس ما استناش. لكن هيوفق برضه حتى لو اتكلم. فانا في النهايه مطلوب مني اسعى وماليش دعوه بالنتيجه. ربنا يدخلني ايه؟ اصل انا افرض الكليه اللي دخلتها ما عجبتنيش، اصل افرض جبت مجموعه. قاعده حياتيه: من سعى وفق لابد. والله حتى لو حضرتك ما دخلتش الكليه اللي انت عايزها، كلنا كنا بنتمنى حاجات واحنا في ثانويه عامه. والله دعينا ربنا دعوات ما دعونا الله بها كعدد بعد كده كعدد ده واحنا في ثانوي قد الدعاء ده. ودعينا الله كثيرا ان احنا نخش حاجات معينه وما دخلناش، وربنا ما وفقناش، بس ربنا وفقنا. اللهم لك الحمد. ولو رجع بينا الزمن تاني والله ما هدعي الدعاء ده ابدا ولا اجيبه على لساني. ليه؟ ما انا ما كنتش اعرف بقى، انت ليك اللي انت توفق. انت بذلت جهد، سعيد، خلاص النتيجه السعي بيقابله وبيساويه توفيق. فانت فهمت القاعده، ارتاح بقى. ليه تفكير زائد وليه خوف مستقبلي؟ واصل اسرتي هتتضايق، واصل في البيت هيتضايقوا. ما تخافش، مش هيتضايقوا، ما فيش حاجه، وان شاء الله ربنا هيوفقك. بس انا بقول لك يعني انا مش شايل هم حد، مش شايل هم، هم على دماغي وكل حاجه، بس ده مش مطلوب منك. مش مطلوب منك اسعاد الاخرين، مش مطلوب منك ان انت تفضل تدور على كل حاجه بتبسط الناس ايه، مش مطلوب منك ده اصلا. مفهوم؟ انا مش مطلوب مني اخلي الناس كلها تحبني واخلي الناس تبص عليا نظره اجتماعيه ان هي رضا خالص. انت مطلوب منك تسعى وتعيش انسان سعيد مطمئن قريب من ربنا في حياتك فتوفق بس. فالسعي يا اولاد دايما انا عندي قناعه بان القدر معلق بالكلمات. يعني اوعى تتشائم ابدا او تقول انا مش هلحق او مش هروح او مش هاجي او مش هعمل او مش هوصل. اوعى تقول كده. خليك دايما كده متفائل
ان شاء الله خير، ربنا ان شاء الله يكرمني، انا ما حدش احسن مني. صدق في نفسك، ثق في نفسك، طالما بتعمل اللي عليك وجايب اخرك ده المطلوب. ماشي؟ فاوعى تتكاسل الفتره اللي جايه، اجتهد، شد حيلك، اعمل اللي عليك، وما تقولش حاجه وحشه، ما تتلفظش بحاجه وحشه عشان خاطر انا. ماشي؟ وطبعا دعواتك يعني مش هوصيك بقى، وانا والله دعيت لكم في مكه، في الحرم المكي وفي المدينه، والله دعيت لكم كلكم، فربنا يستجيب ان شاء الله ويكرمكم اولاد. كتير من الطلبه عندها حاله من الوهن والضعف، وبعض الناس للاسف انا بقيت اشوف الكلام ده، فانا الشيء اللي بلمسه لازم اطلع اتكلم عنه. في حاله كده من التراجع، وبعض الناس محبطه، وبعض الناس تحس ان المشوار طال عليها واحنا لسه ما وصلناش لنص السنه، ودي مشكله كبيره. مشكله ايه؟ مشكله ان انا دلوقتي وانا لسه ما وصلتش نص السباق، حاسس الناس ايه مش مركزه. يعني تخيل مثلا من يومين واحد بيسال يا جماعه هو الباب الثالث بدا، واحنا مثلا بقى لنا اسبوعين بادئين الباب الثاني الثالث، ده ادينا حصه وادينا المحاضره الثانيه كمان نزلت، وناس لسه ما تعرفش يقول لك انا ما خدتش بالي. طبعا يا جماعه انا مدرك تماما ان الايام عماله تمر عليك صراعا بسرعه، ده شيء انا يعني موقن منه، وده بيحصل معايا انا كمان، لان انا بص ما بصدق اروح اخلص الف ارجع اسافر القاهره ارجع تلاقي الاسبوع لف. يا جماعه اين العمر انا لا اراه. حبيب قلبي، الموضوع محتاج منك حاجتين. اولا قرب الى الله سبحانه وتعالى، قرب لربنا شويه عشان ما تحسش بالخوف، عدم الطمانينه اللي الناس فيه ده يا جماعه، لان الناس صدقني في كتير من الاوقات بعيده عن ربنا مش مقربه، وطول ما انت بعيد هتظل خايف. دي حاجه. الحاجه رقم 2، طول ما انت قريب من ربنا يا راجل يا طيب، ربنا سبحانه وتعالى اساله العون هيعينك. اقف بباب ربنا والجا اليه هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك. كفايه بس شعور الاطمئنان بقربك لربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منك. ربنا قال كده واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فانت عايز ايه تاني؟ فخد بالك من الحته دي، لان انا شايف كتير من الطلبه بدات كده بص تحس ان الخطى مش خطى واثقه، وانا ما بحبش ان السلوك ده يظهر في طلابي، بالعكس احنا خطانا باذن الله تعالى خطى واثقه. بدانا شغل جديد، ابدا بكل قوه، بالعكس ده انا مع بدايه كل باب يا راجل يا طيب، فاكر انت الجمله الشهيره ابدا بقوه بنيه جديده. يعني ايه بنيه جديده؟ ان كان في تقصير في اللي فات داعي التقصير فيما مضى. القاعده دايما بقولها كده والله، ودي قاعده الواحد ماشي بيها نهج في حياته، كن محسنا فيما بقى، احسن دايما في اللي فاضل، فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان. يا راجل يا طيب، ده ان الرجل حتى في امور الاخره، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار، عايش طول حياته بيعمل عمل اهل النار، فيسبق عليه القول، خلاص بقى قربت المنيه تجيله، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه. تخيل خلاص طول عمره كان عايش بيعمل عمل اهل النار، فجاء على ايامه الاخيره فربنا سبحانه وتعالى اراد له النجاه فخلاه يعمل عمل اهل الجنه فدخل الجنه. فانت وانت بتشتغل مش حاسس انا محبط، لا يا جماعه، مش هنفضل كل شويه نقول الكلام ده والناس تقول لي طب انا بشتغل انا بعمل ايه؟ وقلت لك اكتر من مره، حتى لو انت كان عندك تقصير في اللي فات وبدات الحمد لله ربنا اكرمك ومن عليك بالهدايه والثبات والصحبه الصالحه اللي تعينك على العمل الصالح، وجيت حسيت نفسك بتقع او حسيت ان لسه ما فيش نتيجه، اوعى تتعجل الحصاد. بتزرع النهارده وعايز تحصد بكره، لا مفيش كده. انا هفضل ازرع وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع هذا التعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا اكثر من مره، اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ماله بقى الا يقوم حتى يغرسها اغرسها. عمل صالح اعمله، تعب وعباده ومذاكره اعمله، اجتهد واعمله، ما تقولش ملوش نتيجه. بالعكس المحبطين والمثبطين والشيطان هم اللي بيقولوا لك ان هي ملوش نتيجه. قسما بالله ليه نتيجه. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه يا راجل مش عمل، كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، مالها تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، كل وقت. دي كلمه، فبالك بعملك الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأجرك عليه في الدنيا والاخره. ما تقوليش انا مكسل ابدا ولا متاخر في ان انا ابدا ولا مش واخد بالي. دي معناها ان في تقصير في شغلك. فاوعى الشيطان والصحبه السيئه للاسف تاخدك الاتجاه مش صحيح في التوقيت ده. لا يا جماعه، خليك على الطريق الصح، اكمل على طريقك. نسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعينكم ويوفقكم وياخد بايديكم دايما يا جماعه الى سبيل الحق وطريق الرشاد. وباذن الله يا جماعه دايما والله العظيم يا ابني كن مع الله. يعني انت وانت ماشي خليك قريب من ربنا، صدقني لا شيطان هيعرف ياخدك ولا صحبه سيئه، لانك خد بالك كل ما هتروح معاهم لا هتلاقي نفسك بترجع لطريق الحق. ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك، مش هيضيعك.
هو ده المطلوب منك، وباذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يثبت دايما على الحق خطاكم. اشوفكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.